تفتكر إن السوق بيتحرك بس عشان أرقام الفايدة أو بيانات البطالة؟ الحقيقة كلمة واحدة بس هي اللي ممكن تحرك السوق بشكل كبير جدا. إزاي بقى؟ لما البنك المركزي زي الفدرالي الأمريكي مثلا يطلع بيان بعد اجتماع السياسة النقدية، الناس هنا ما بتقراش الأرقام بس، الناس بتدور على الكلمات. يعني مثلا لو البيان قال إن التضخم ده مؤقت، هنا السوق بيبتدي يطمن وبيفهم إن مفيش رفع فايدة قريب. لكن لو الكلمة دي اتغيرت لتضخم مستمر أو دائم، هنا السوق بيبتدي يتوتر وبيتوقع إن البنك هيرفع الفايدة بشكل أسرع فيشتري العملة بشكل أكبر. يعني نفس البيان ونفس الأرقام، بس كلمة واحدة بس هي اللي ممكن تغير كل حاجة. وأوقات كمان تلاقي الفيدرالي بدل كلمة سترونج بيقول كلمة سوليد، أو شال كلمة الانسرتين من الجملة، والسوق يترجم ده إن البنك بقى واثق أكتر أو إن التوجه يتغير. وده اللي بنسميه التون اناليسيز، وده جزء مهم جدا من التحليل الأساسي، لأنه ببساطة بيكشف عن النوايا اللي لسه ما تحولتش لقرارات فعلية. وده ليه بقى؟ عشان البنوك المركزية دايما بتحاول ان هي تلمح للأسواق قبل ما تبتدي تتحرك. يعني بتحذر السوق بكلمات بسيطة عشان لما ياخدوا قرار السوق ما يتهز بشكل كبير. ببساطة اوقات السوق بيتحرك مش بسبب اللي اتقال، لكن بسبب ازاي الكلام ده نفسه اتقال. فلو عايز تبقى متداول كويس، اقرا اللي ما بين السطور في بيانات البنوك المركزية وركز في الكلمة اللي الكل عدى عليها لكن السوق نفسه خاف منها.